السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عواشر مبروكه للجميع. هنا بغيت نشارك معكم واحد السوبر كنتقدم من عندهم. بالنسبه للثمن ناقصين شويه، وكيف ما كتشوفوا كلشي تبارك الله منظم. باش كيعجبك النظام دايرينه، ومع بالنسبه للاثمنه كلشي واضح، يعني ما كتحتاجيش كل مره تسولي على شي حاجه وكلشي مكتوب كتقرايو. آآ دايرين داك السيستم ديال المتاجر الكبرى. داكشي باش كيعجبني. كتهزي مثلًا السليلة ديالك وكتحتاجي داكشي اللي كتحتاجيه كتاخديه. بالنسبة لهاد لا مارك علاش وريتها لكم جا، رائعة جدًا، اللي في الكوفيتير ديالها مايونيز، كيتشوب، المهم غزالة كتعجبني. هنا الجهة نتاع المعلبات اللي تحتاج مثلًا دير شلاضة رويال ولا المهم أي حاجة بغاتها كتجي هنا تاخدي كلشي موجود. الحاجة اللي ما تلقايهاش يعني في بلايص أخرى كتلقايها تبارك الله عندهم. هذا نوع من أنواع ديال السمك. المهم كيحتاجوه من تحتاجي هكا كاين حويجات باش يحطوه. هنايا مثلًا الدقيق. بالنسبة هنايا كاين الخل التفاح، الخل العادي، خل الحامض ديال شلاضة، الأنواع نتاع لي صوص هنايا. كاين حداهم حتى الصوجا. المهم كاين ضامة كلشي كاين، الخير موجود ما شاء الله، العسل. هنا واحد البلاصة اللي خاصة دايرينها خاصة بالزيتون، المخللات ديال العبار بطبيعة الحال. فيها الكركاع، اللوز، المهم كيبيعوه تما. ودايرين حتى كزار، ولكن أنا ما صورتش هاديك البلاصة لأن كانت عامرة، ما بغيتش باش فيها أي حاجة خاصة باللحوم. عندهم الفريغو خاص عاوتاني بداك الجلبانة وداك الشي ما صورتوش. بالنسبة لتحت دايرين المواد الغذائية، يعني أي حاجة تحتاجيها المواد الغذائية. هنا الفوق كيما وريتكم يعني كطلعوا من الدروج. عاوتاني مواد تنظيف، أي حاجة كتحتاجيها بمواد تنظيف كتلقايها الفوق. علاش قلت لكم تبارك الله والصلاة على النبي كلشي منظم. ويعني الحاجة اللي ما تكونيش شي مرات متفكراها، يعني كتكوني ناسياها، ملي كتشوفي الحويجات كتفكري بأن خاصها تكل الدار. هذا الجفاف هنايا وريته لكم 15 درهم، رائع جدا جدا جدا. ما كيخليش الماء في الارض. كيخليها تبارك الله كتشعل. كيتصبنوا كيوليو كيصبروا. المهم هادو ديال داك العلاقه ديال الجفافات اللي كيجيو في الجفافه والشطابه وداكشي، المهم راكم عارفينهم. لي شامبوان عاوتاني انواع والاشكال وكل حاجه بثمنها. كاين الكريمات، كاين المهم بزاف نتاع لي مارك. فواحد الجهه دايرين تاني الصابون. هنا اي حاجه تاني تتعلق بالماشينه ديال الصابون ديال اليد راه كاين في جهه اخرى. يعني هنايا كلهم غير الصابون ديال الماكينه والمعطر ديال الملابس، الانواع والاشكال. بالنسبه للي مارك راه فيها لي مارك ديال المغرب، وفيها لي مارك ديال اسبانيا. حنايا هنايا كيجيبوا حتى حوايج في اسبانيا بزاف موجودين تبارك الله. وبالنسبه للاثمنه كتختلف، كاين اللي شويه رخيص وكاين المتوسط وكاين شويه الغلا، يعني كل واحد يتمشى على قد جيبو. هنايا هاد نتوما الملابس داك يعني الكحلين. بالنسبه للصابون تا ديال الدراري الصغار اللي كيكون غير بصابون الطرف حتى هو كاين موجود. هنايا البنات اللي كتخاف على الماكينه ديالها تحتاج تستعمل عفوا صابون ديال الليكيد. هنايا المعطر، معطر الملابس. هنا الانواع والاشكال، وكيف ما قلت لكم الاثمنه كتختلف بطبيعه الحال. وكاين لي مارك حتى هنايا كاين لي مارك ديال المغرب، وكاين لي مارك اللي ديال برا. المهم هنايا كاين انواع تاع الخل، هادو اللي كتشوفوهم من التحت راه كلهم الخل. هنايا كاين ديال الزاج، كاين الازرق والابيض. كيتا كراسه هذاك ديال اليدام، ديال البوطه وداك الشيء. كاين ديال الملابس، كاين ديال حاشاكم اعزكم الله ديال لي طواليت. كاين ديال لي فوتوي اللي خاص غير بالفوتيات، يعني بالجلد، شي حاجه ديال الجلد ها هي. يعني خاصه هذه غير يعني اللي عنده مثلا الفوتوي ديال الجلد او الطوموبيلات ولا اللي بغى يتهلا فيها ياخذ برودوي خاص بها. مهم تبارك الله والصلاة على النبي كل شيء جايبينه. والله العظيم انا صورت لكم غير بلايص. هنايا كملت الفيديو تما. شاركت معكم التقضيه ديالي.
بالنسبة للعطرية هنايا خواتاتي راه كنت ديجا خديتها، واللي غسلتها نقيتها شمشتها وعديتها طحنتها عند العطار. هنا خديت البابي ديال الفران كنحتاجو دائما. وبالنسبة لأوني خديت احسن، انا بالنسبة ليا احسن ديال الماعن هو اوني ديال الخزامة وديال الحامض، هادو جوج. هذه دوف رائعة جدا ديال العرق. المهم اوموماتيك راكو عارفين. المهم خديت هاد المرة ديال الحامض، كنت مالفه كناخد داك ديال داوني زوينة. المهم انا خديت الحويجات اللي كنحتاجهم في الدار بلا رمضان، يعني هاد الحوايج راهم ضروريين ومؤكد يعني كياخذهم الانسان. وكاين شي حويجات خديتهم يعني محتاجاهم يعني لرمضان بحال الفرomاج، يعني مثلا الموتزاريلا، وهذه غادي تشوفوا معايا في الفيديو. هادوك احتاجيتهم فعلا رمضان، ولكن بحال هاد الحويجات هادو حنا كنشريوهم دائما، يعني التقضيه ديال الشهر. مطيشه الحكمه كنحتاجهاش الصراحه بزاف بزاف، خديت القرعه المتوسطه، ما بغيتش ناخذ الكبيره لان ما عندي ما ندير بها. المهم كل واحد كيتمشى على حسب المستلزمات اللي كيحتاجها في الدار ديالو. هاد لا مارك ديال الشامبينيو اول مره ناخذها. لاصوص صوجا هذه، لاصوص الصوجا زوينه في الحشوات. بالنسبه هنايا للطون هذا المهاجر شكروه ليا، فيه كيلو وكيطلع اقتصادي. هذا ديال الزيت كيجي هكا في التعميرات، كيجي في شلاضه. المهم انا غادي من بعد غادي نحتاجو، غادي نفتحو، غادي نديرو به بالزيت ديالو في واحد البواطه، وغادي نديرو في الثلاجه. انا ما غاديش نخليه في هادي. بالنسبه للفرماج الاحمر هذه راه الكبيره فيها كيلو و700 غرام. كاينه هذه هي الكبيره، وكاينه المويان ديالها رخيصه. هذا هنايا كندير هذا الفرماج هذا تاع الموتزاريلا، احسن حاجه هو هذا الكحل هذا عن تجربه. هذا ديجا انا كنت كنجربو ونعاود يعني مده طويله وانا نشريه. كندير غير 60 درهم وراه مزادو فيه، راه ولا ب 65. المهم هاد الحويجات هادو كنحتاجهم. هاد الفرماج كناخذو هكا كنتهنى في الشهر، ما كنبقاش نولي عاد نشري فيها 96. هاد لا مارك صراحه اول مره خديتها، كنت مالفه ناخذ لافاش كيري، ولكن هاد المره خديت هادي. وهادو شي حويجات كانوا خاصيني يعني للسفوف. صافي هادشي اللي كاين اخواتاتي. بالنسبه غادي نشارك معاكم كيفاش كنحتفظ بالفرماج الاحمر في المجمد. كنشدو كنقطعو كيف ما راكم تشوفوا الخواتات. المرصويات اللي كنحتاجهم انا ما كنحكهاش كامله وما كنديرهاش في الهاشوار بعدا كنصيحه ما ديروهاش، لان مع المده كتهرس الموس كتهرس، لان الفرماج راه قاصح، راه ماشي راه كديري الموس الكبيره باش كتقطعي. المهم اللي موالفين اللي راهم ديجا كيشريوه ويعاودوا راهم عارفين. هنا كندير مرصويات، كنديروا السلوفان مزيان باش ما ياخذش مثلا ديك الريحه ديال المجمد. راكم عارفين فريغو راه ما كنديروش فيه غير حاجه، كنديروا فيه دجاج ولا حوت اللحم. المهم كل واحد خيرو في دارو. المهم باش ما ياخذش الفرماج، راكم عارفين الفرماج ولا الزبده اي ريحه كيشمها كما نقولوا، اي ريحه كتلقايها كيجبدها. صافي ديروا له غير السلوفان مزيان، وانتم كل واحد يدير داكشي اللي يخرجوا، يعني كل واحد يدير داكشي اللي يحتاجو في الدار ديالو. بالنسبه لواحد المورسو غادي نخليه، غادي نحك هذاك نتاع الموتزاريلا، غادي نشدو نحكو كامل داك الكيلو، وغادي نزيد معاه واحد المورسو ديال الفرماج احمر. كيعجبني هاد الطريقه هذه، كنخلطها وكنديرها في ساشيات، كنديرها حتى هي في المجمد. هادشي اللي كاين اخوات. بالنسبه للتقضيه ديالي هي هذه. كما قلت لكم اخواتاتي راه ماشي غير ديال رمضان، يعني كاين حويجات اللي احتاجيتهم من رمضان، كاين الحوايج اللي اصلا كاملين ليا يعني في الدار. حوايج اساسيه ما خديتش داك التخربيق بزاف. هادشي اللي كاين اخواتاتي. الله يرزق كل واحد، وواش مبروكه مره ثانيه. خليت لكم الراحه اخواتاتي. نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.